النهارده عامله لكم صينيه كنافه هتعجبكم جدا. مخدتش 10 دقايق ومقدورها سهله جدا. بصوا لونها دهبي ازاي، ولا الكريمه بتاعت القشطه بتاعتها ما اقولكوش على جمالها. بصوا اللهم بارك. ودلوقتي هحضر الشربات معاكم. كوبايتين سكر على كوبايه ميه ونص عصره ليمونه، وهنقلبهم كويس جدا على البارد ونحطهم على النار. ودلوقتي المقادير الكريمه: هنجيب نص لتر حليب، هنحط 6 معالق نشا ونقلب كويس. نقلبهم على البارد الاول وبعد كده نحطها على النار. دلوقتي رفعناها من على النار، حطينا معلقتين قشطه كبار، نقلبهم كويس لغايه ما يدوبوا بالشكل ده كده. ودلوقتي الكريمه ونضيف لها السكر خالص. ودلوقتي معانا نص كيلو كنافه كانوا محطوطين في الفريزر كده قبليها بيوم. ودلوقتي بقى هنقطعها كويس، وممكن نضربها في الكبه لو متوفر عندنا. نحط كده معلقتين سمنه كبار مسيحينهم ونقلبهم كويس كده في الكنافه. نحط معلقه سكر بودره. احنا الكريمة طبعا مش حاطين لها سكر خالص. ودلوقتي حطينا في صينية معلقة سمنة أو زبدة، أي مادة دهنية، بس يفضل كمان سمنة بلدي، بتديها طعم جميل جدا. نوزع السمنة كده في الصينية كويس، ونفرد كده الكنافة في الصينية، نفردها كويس كده. واحنا بنفرد كده نضغط كده عليها كده. وكمان لازم نحطه في أطراف الصينية عشان لما نيجي نحط الكريمة متخرجش بره أثناء السوا. ودلوقتي هننزل كده الكريمة على الكنافة كويس أوي الكمية دي. نفردها كده كويس، ونحاول ان احنا ما نخرجهاش كده بره الاطراف قوي عشان ما تخرجش بره الكنافه كده وتتحروق. ممكن الحشوه دي بقى نغير فيها، نحط كده في النص مع الكريمه موز، نحط مكسرات، ممكن نعملها ساده. كل واحد بقى وذوق. ولو انتوا لسه اول مره تشوفوني، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودلوقتي حطينا الطبقه التانية من الكنافه، نضغط عليها كويس جدا وهي كده جاهزه للفرن. نحطها على حراره 180. ودلوقتي خرجناه بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي الشربات بارد، هننزل كده بيه على الكنافة. احنا طبعا محضرينه اول حاجة، ولازم الشربات طبعا يبقى لازم تقيل. ولو عجبتكم وصفتي اكتبولي في التعليقات. نسيبها تبرد كده ونقطعها مع بعض. سكرها مظبوط والكريمة بتاعتها جميلة جدا.